ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا الف خير واتم صحه كده احسن حال. وحشتوني جدا من الفيديوهات اللي فاتت. النهارده بقى جيت لكم فيديو جديد وروتين جديد من بيت اميره، ان شاء الله هيعجبكم. انا عارفه اني مقصره في موضوع الفيديوهات وبقالي كتير قوي مش بنزل فيديوهات، بس معلش استحملوني. آه بصي هبدا بقى كده يومي النهارده. اهم حاجه لو انت مش مشتركه معايا في القناه اشتركي في القناه وفعلي الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. ولو انت مشتركه معايا في القناه يا ريت تكتبي لي لايك وكومنت حلو زي كده اثبتي وجودك بقى في الكومنتات. اول حاجه بقى كده عملتها قلت بقى خلاص الجو بدأ يبقى كويس يعني. فقلت اطلع الشتوي من تحت، الصيفي من تحت السرير واشيل الشتوي. طبعا موضوع ان انت تطلعي الصيفي وتشيلي الشتوي ده بصراحه بياخد وقت ومجهود كبير، بقى بيكركب لك الشقه كلها. فانا عملت الموضوع ده كده حوالي الساعه 2 بالليل. طلعت بقى الشنطه من تحت السرير، وبدات بقى اللي انا افضيتها خالص الصيفي كله، وبدات ان انا ارص الشتوي. طبعا كل ما احطه في اتجاه اقول لا هياخد مساحه، وفي الاخر عملت بطريقه تانية خالص هتشوفها في الاخر. طبعا بقى خلصت طلعته ورتبت الدولاب بتاع العيال، ورتبت الدولاب بتاعي ونمت. وسبت بقى الشقه تضرب تقلب. المراتب بقى كانت لسه ما اتشالتش، وقلت اتفكر على بعضها، والشقه كلها كانت على بعضها، وقلت بقى اعملها تاني يوم. بس ان شاء الله هعملها معاكم في نفس الفيديو. هنروق كده البيت ترويقه كده وتنظيفه عميقه هتعجبكم وتشجعكم جدا. بص انا عماله كل ما اجيبه بطريقه ارجع اعيده بطريقه تانية، كل ما اعمله بطريقه ارجع اعيده بطريقه تانية. فتحت بقى الدولاب، بدات بقى كده اطلع اشيل بقى الحاجات اللي متعلقه كلها الشتوي. وسبت بس الطقمين اللي هم بتوع العيد الصغير دول، اصلا يعتبر مش شتوي، دول قمصان خفيفه كده وتيشيرتات قط فسبتهم. بدات بقى برضو اشيل هدوم البيت. انا ناس كتير بتحط الصيفي والشتوي مع بعض في نفس الدولاب. انا عيالي ما شاء الله عندهم هدوم كتير جدا، يعني انا حياتي كلها صارفه فلوسي كلها في الهدوم، فهم عندهم هدوم كتير جدا. هتلاقوني الدولاب بتاعهم هدوم الشتوي فيه كتير اخدهم بالعافيه اصلا ما ينفعش معايا موضوع ان انا احط الصيفي وارجع احط الشتوي، الكلام ده كله مش بينفع معايا يعني. التليفون الارضي كان بيرن فرديت بقى ورجعت لكم تاني. فزي ما بقول لكم بقى الشتوي كتير، الصيفي يعني انتوا هتشوفوا الصيفي دلوقتي لما رصته في الدولاب، لا الدولاب بيبقى فاضي يعتبر، لان الصيفي بيبقى حاجات صغيره ما بتاخدش مساحه. انما الهدوم الشتوي بتاخد مساحه كبيره في الدولاب، وبتاخد مساحه كمان في الشماعات وكده. بصوا طقم العسل ده كان بتاع سليم في الاسبوع بتاعه. لقيته كده وانا بطلع الهدوم من الشنطه. بصوا جديد زي ما هو، ولا بصوا يعتبر في الاسبوع بس شكله حلو قوي. بصوا كان صغنون ازاي. انا كنت خلاص بقى رتبت الشنطه، وده كان باسكت بتاع لعب كده قديم بتاع العيال. الشنطه ما كفتش السنه دي، مش عارفه ليه، عشان انا جبت هدوم السنه دي اكتر من كل مره. فحطيت الجواكت والحاجات التقيله في الباسكت ده كده، قفلته حلو وشلته بقى ايه تحت السرير. دخلت بقى كده على اوضه النوم. قلت بقى الم الفرش كده، عايزه اغير الفرش بتاع السرير، والم بقى الحافظه بتاعت الارض واسيق بقى وامسحها كده واظبطها. بصوا كده اول حاجه لميت الفرش وطلعت كده ملايه نظيفه. بصوا الملايه دي جديده، كنت لسه اول مره افرشها، لونها احمر كده. بصوا الحرف بتاع شكله حلو ازاي. وبدات بقى كده اللي انا افرشها واسويها بقى كده على السرير. هسوي بقى كده الملايه. طبعا انا بحب بصراحه الملايات الاستك. بس ما كنتش لسه جبت ملايات استك، فبقى بسوي كده الملايه وبدخلها كده إيه في حروف المرتبه. انا بالنسبه لي الملايه الاستك بالنسبه لي احسن كتير من الملايات العاديه. ما اعرفش، بحس ان الملايات العاديه دي قديمه او مش عارفه، ما بحبهاش بصراحه. انا بحب الاستك اكتر. ان شاء الله بقى على العيد ابقى اجيب كده ملايتين ثلاثه كده من اللي هي الاستك دي وابقى اغير فيهم، لان كده كده بفرش الملايه العاديه على اساس ان هي استك، فبدخلها في السرير كده. حتى في اوضه الاطفال هوريكم برضو بعمل نفس الموضوع ده من زمان، وانا بعمل نفس الطريقه يعني. آه، فخلاص بقى كده فرشتها، وهي حطيت كمان الخدريات بس شكلها حلو ازاي. وطبعا كنت غيرت المفارش بتاعت الكومودينوهات، مسحتها وغيرتها، وغيرت الستاره برضو. كنت فرشه كنت معلقه النازله اللي هي اللي لونها رصاصي، شلتها وعلقت اللي هي الكشمير اللي هي اصلا بتاعت الاوضه. ومسحت كمان، بمسح معاكم بقى كده الشوفونيره. برضو هغير المفرش بتاعها، المفارش بقى اللي هي التقيله اللي انا كنت فرشاها اللي فيها خرز دي. هوريكم بقى دلوقتي انا بغسلها ازاي. عشان هي كلها خرز وكده وتقيله، فما ينفعش تتحط طبعا في الغساله، لو اتحط في الغساله هتبوظ. فهوريكم دلوقتي انا بغسلهم ازاي. انا اصلا دول متجوزه بيهم وما بفرشهمش كتير، عشان عارفه ان هم غسلهم مقرف، وغير كده بيبوظوا يعني. الخرز بتاعهم والحاجات بتاعتهم بتقع. لميت بقى كده الحافظه كده من الارض، نفضتها كده ولميتها، قلت بقى عشان اسيق الارض. آه، بقالي كام يوم كده ما سيقتش، خبطت في سليم. فشلتها بقى كده وكنست الارض، وبعدين مسحتها كده وهسيبها بقى تنشف. وبعد كده بقى ايه هرجع افرش الحافظه تاني. الحافظات دي حلوه قوي،
انا كنت قايل لكم ان انا كنت لسه جايباها على العيد الصغير، بس بصراحه حلو. عايزه اقول لكم ان هي، لا بصوا هفردها دلوقتي، هبقى لسه مظبطتهاش، بتلزق في الارض حرفيا، بتلزق، ما تعرفيش تحركيها. فهي حلوه قوي واحسن من السجاد كمان. انا بقى خلاص خلصت الاوضه، وهبدا بقى كده ان انا اعطرها كده بالمعطر. انا عايزه اقول لكم ان انا طلعت للعيال اللبس الصيفي وكده وما صيفتلهمش. لقيت في الغسيل بقى بعد ما طلعت الهدوم شلتها، لقيت في الغسيل كانوا هم نازلين قبلها بيوم، فكانوا لابسين هدوم شتوي. فالجو لسه يعني انا صيفتلهم في البيت، في الشارع الجو لسه برد شويه. فهم اصلا عيانين، فما صيفتلهمش لسه في الشارع. خلاص بقى كده خلصت اوضه النوم وعطرتها وقفلتها، بقت زي الفل. دخلت بقى على اوضه الاطفال. طبعا شفت اوضه الاطفال في الاول كانت عامله ازاي، المرتبه كانت عاليه، كنت حاطه حاجات تحت كتير مش مظبوطه. فطبعا شلت المرتبتين وظبطت تحت السرير ونضفته، وبعد كده رجعت رصيتهم تاني. وطلعت بقى ملايات نضيفه كده، قلت اغير الملايات بتاعه السراير عشان ايه، يبقى كده كل حاجه في الشقه نضيفه. وكده كده كنت هغسل، فقلت اغسل كله مره واحده. فطلعت بقى ملايات برضو، هتلاقيني بصوا بفرشها نفس الطريقه اللي قلت لكم عليها في الاوضه الكبيره، في السرير الكبير. فرشت بقى كده الملايات ولبست الخديات والترابيع، الخداديه والتربيع كل سرير. وهحطها بقى كده مكانها اهو زي ما انتم شايفين. وهوريكم بقى شكل الاوضه في الاخر. برضو هلم السجاد بتاع الاوضه دي فيها مشايات، هلم المشايات انفضها كويس، واكنس الارض كده وامسحها، وهفرشها واوريها لكم بقى كده في الاخر. كده كنت عملت السرير ده، وهعمل برضو السرير التاني كده عشان بس مش عايزه اطول عليكم الفيديو. وهعمل السرير التاني كده، وهوريكم بقى كل حاجه بعد ما اخلص. هفرش بقى كده السرير التاني. بصوا انا اوضه الاطفال دي اصلا من الاوض اللي انا مش بعملها كتير، يعني ممكن تلاقوني مثلا ممكن يعدي اسبوع او اكتر ما اجيش جنبها، لان ما حدش بيدخلها. انا ممكن بخشها لما اجيب العيال غيارات وكده، هدوم او البسهم او كده، غير كده ما حدش ولا بينام فيها ولا حد بيقعد فيها، فهي على طول نظيفه. حتى السجاد بتاعها مش دايما اللي هو انا بغسله، فاهمين؟ ما بغسلوش دايما يعني. لميت بقى الحفاظات كده السجاد بتاع الارض، فمسحت بقى كده الارض، وهسيبها بقى تنشف شويه. ونخش بقى على المعركه الكبيره بقى دي، اللي هي المطبخ انا هوريكم منظره دلوقتي، مش عايزاكم تتخضوا بس من اللي هتشوفوه اول مره المطبخ بتاعي يوصل للطريقه دي. هنا بقى جبت كده كروانه وحطيت فيها كده مسحوق من اللي هو بتاع الغسيل، وكمان هحط شويه من الكلور. هنا بقى نغسل بقى المفارش عشان عقبال ما نخلص باقي الشقه يكون لحقوا يتغسلوا وننشرهم كده بالمره، عشان انا كنت تاني يوم رايحه عند ماما ومش عايزه اسيب غسيل في المنشر، فاهميني؟ فحطيت بقى كده كلور، وكمان هحط شويه كده من الدوني عشان كده اخلي المفارش ريحتها حلوه. انقعهم بقى كده في شويه ميه، احط عليهم ميه وانقعهم حوالي يعني ساعتين 3 كده. يعني انا قعدتهم لحد ما خلصت الشقه كلها. انا عايزه اقول لكم انا بادئه في الشقه من الساعه لما صحيت من النوم بقى تاني يوم بعد ما طلعت الهدوم، بادئه فيها من الساعه كانت حوالي الساعه 5 المغرب، مخلصه الساعه 4 الفجر. انتوا متخيلين الشقه خدت مني وقت قد ايه؟ بجد خدت مني وقت ومجهود كتير قوي. فهنقعهم بقى كده في شويه ميه وهسيبهم لحد ما اخلص، وبعد كده بقى ايه، هشطفهم كويس قوي، وبعد كده هسيبهم يتصفوا وانشرهم. تمام. بصوا انا عطوهم كده خلاص، مليت الكرونه على اخرها ميه وسبتها. بصوا هنا كانت اوضه الاطفال خلاص خلصتها، وعطرتها كده وفرشت السجاد وبقت زي الفل. هقفلها بقى ونخش بقى على ايه، على المطبخ بقى، المعركه بتاعت المطبخ. بصوا بقى شكله عامل ازاي، والله بجد اول مره يوصل معايا للمرحله دي. بس انا عشان من قبلها بيوم بقى كنت بطلع السيفي وكده وبناكل بقى واي حاجه، فبسيب ما بعملش بقى. قلت عشان اصور لكم فيديو تشجيع كده، تتشجعوا لما بتلاقوا الحاجه متبهدله قوي وتشوفوا شكلها بعد ما تخلص، فبتتشجعوا ان انتوا تقوموا تخلصوا اللي وراكم. طبعا فضيت بقى اول حاجه كده الرخامه دي زي ما بعمل دايما، اغسلها الاول وانضفها وامسح الحاجه اللي عليها، عشان المواعين اللي اغسلها اصفيها عليها على طول. عشان طبعا المواعين اللي بغسلها كلها بصفيها في الجنب ده، فلازم يبقى هو الاول نضيف قبل ما اعمل اي حاجه تانية. تمام. صبنتها كده بقى بالصابون، وهبدا بقى انزل كده وهصبن كمان الحيطه، وهنزل بقى الميه وانشفها كويس. بعد كده ارجع الحاجات مكانها تاني بقى وابدا امسح بقى ايه الرخامات كده، وافرش بقى بتاع السجاده اللي بنشف عليها المواعين. تمام. انا مش عارفه اسجل لكم فيديو من الصوت اللي حواليا، كل ما اسجل حته اصبر شويه يسكتوا، مش بيسكتوا. فهكب بقى كده ميه على الحيطه، وانزل بقى كده كل الصابون اللي عليها، والجنب اللي فيه الكهرباء ده بقى همسحه بالفوطه ناشفه كده.
فكده خلاص بقى كده كنت كبيت ميه. هبدا بقى انشف الرخامه كده بفوطه. كنت نزلت كل الصابون اللي عليها، هبدا امسحها بقى كده بفوطه عشان اتاكد ان هي ناشفه، واجيب بقى الحاجه اللي مكانها هنا امسحها كويس، وهملأ ازازه الزيت وكده عشان كانت فاضيه، وهرجعهم بقى مكانهم ونبداوا بقى معركه المواعين. تمام كده. بصوا هنا كنت طلعتها كانت فيها حبه صغيرين، هجيب بقى الازازه وكده وهملاها. برضو كان الازازه اللي عندي فيها شويه صغيرين هحطهم، وافتح بقى ازازه تانية املاها عشان ايه بتبقى قريبه مني للحوض على طول، بعوزها استخدمها في اي حاجه تبقى سهله عليا يعني، فاهمين. ف مليتها بقى كده اهو زي ما انتم شايفين، وهجيب بقى ازازه تانية اكملها عشان ما كانتش كملت معايا الازازه دي كلها. قولي لي بقى انتوا كلكم زيي بقى ولا انا بس؟ انا عندي مشكله كبيره في موضوع التنظيف بتاع البيت ده. دايما حتى لو البيت نضيف وزي الفل، انا دايما حاسه ان الشقه مش نضيفه، دايما حاسه ان انا المفروض انضفها، دايما حاسه ان انا المفروض ابقى بكنس وامسح 24 ساعه، بجد والله العظيم. خلاص صحتي راحت كلها بسبب البيت ده. فلو حد زي كده قولوا لي، انا مش عارفه دي ممكن تبقى نظافه زياده عن اللزوم، ان انا عندي وسواس فعلا. هتلاقوني دايما بنظف، دايما بمسح. انا مش بعمل معاكم فيديوهات كتير ليه؟ لان انا دايما ايدي في البيت، يعني مثلا انا مروقه الشقه كلها ونظيفه وقاعده انا والعيال، طبعا جوزي دايما مش موجود، فقاعده انا هم مثلا في اوضه الليفينج، فالكنبه بتتنعكش بعملها في ساعتها، المخده بتقع بعدلها، الصاله طبعا ما حدش بره بيطلع، المطبخ اي مواعين بتطلع بغسلها، فدايما الشقه نظيفه. فانا مش عارفه اعمل لكم فيديوهات، انتوا فاهمين. انا عشان اعمل لكم الفيديو بتاع النهارده انا سايبه الشقه بقالي يومين مش بعمل فيها اي حاجه، جايه على نفسي كده عشان اقدر اصور لكم فيديو اطلع اوريكم، احمسكم واشجعكم ان الشقه لو كده ممكن ننضفوها وتبقى كده، فاهمين قصدي. فده الحاجه اللي بتخليني دايما مش بعمل فيديوهات، انا ايدي في البيت على طول الحمد لله. مش بحب حاجه متكركبه، مش بحب حاجه مش في مكانها، احب دايما كل حاجه مرتبه ونظيفه. الارض دايما ما فيهاش تراب، انا عايزه اقول لكم لو شفت كده وانا معديه كده حته تراب كده لمحتها في الارض ولا لمحت حاجه في الارض لاني بكنس الشقه كلها. انا طبيعي كده، اتربيت على كده وتعودت على كده. فلو انتوا كمان بقى زي اكتبوا لي في الكومنتات. فبحب دايما تبقى الشقه نظيفه وتبقى مرتبه كده، بحس ان انا نفسيا مرتاحه. انا راحتي النفسيه بتتوقف على نظافه البيت، طول ما البيت نظيف انا كمان نفسيا مرتاحه ونفسيا نظيفه كده، فاهمين. لما بقى احس بقى او اشوف بقى كده بلمح بعيني حاجه مش نظيفه خلاص بقى مش مرتاحه، غير لما انضفها خلاص بقى برجع ارتاح تاني، فاهمين. فقولوا لي بقى انتوا كمان كده ولا ده مرض عندي انا بس؟ بدأت طبعا اغسل المواعين كده حاجه حاجه، بغسلها واحطها كده على جنب واشطف واسيب تصفى وارجع اغسل بقى كده الباقي لحد ما اخلص كميه المواعين اللي عندي كلها. انا لما كان المواعين دي كده يعتبر بقالها يومين، انتوا فاهمين. انا كده بالنسبه لي دي مواعين كتير جدا، أنا اصلا بحب اغسل المواعين كده اول باول، ما يبقاش ورايا مواعين، يبقى الحوض دايما نظيف كده ما فيهوش اي حاجه. بس قلت بقى مش هحرمكم من حاجه يعني، سبت المواعين كده من اول امبارح، من امبارح بالنهار. قلت لا انا مش هغسل المواعين بقى عشان بعد ما اطلع اللبس من تحت السرير انا عارفه ان الشقه هتتكركب، فهضطر بقى ان انا اروقها بقى كده. وقلت اعمل لكم فيديو كده، انا بقالي كتير قوي 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 من مش بعمل فيديوهات، مفتقده التصوير بصراحه. فقلت بقى اعمل لكم فيديو، مش خساره فيكم يعني الوقت اللي قعدته. انتوا عارفين لما بتروقوا البيت كده من غير تصوير مش بياخد منكم وقت زي ما بتصوروا، يعني لو بتروقوا البيت في ساعه التصوير بياخد منكم 3 4 ساعات، فاهمين. بس مش خساره فيكم بقى، عايزاكم بقى تشجعوني اهم حاجه كده وتدعموني كده بكومنتات ولايكات حلوه كتير زي اللي مش متابعين على التيك توك تابعوني على التيك توك، بنزل هناك كام مقاطع وفيديوهات حلوه قوي هتعجبكم. هتلاقوه تحت، هكتب لكم التيك توك بتاعي في اول كومنت مثبت او في اول او في صندوق الوصف عشان تعملوا لي بقى فولو هناك. هنا بقى كنت خلاص، دي تقريبا كانت اخر حاجه في المواعين كده، كنت بشطب المواعين. هبدا بقى كده اشطفهم واسيب طبعا كل الحاجات دي بسيبها تتصفى، عقبال بقى ما انضف الحوض وانضف البوتاجاز وانضف الرخامه التانية بيكون خلاص المواعين اتصفت. فبرجع بقى اشيلها مكانها، مش بحب اشيل الحاجه مبلوله عشان بقى ما تعملش ريحه وحشه في الادراج او كده، فاهميني. فغسلتها بقى دي كمان وسبتها تتصفى خلاص. بقى كده هبدا بقى ان انا اغسل الحوض واغسل بقى الاول الحنفيات اهو. بصوا بغسلها بقى كده، بصوا شكل الصابون كده بيريح لي نفسيتي يا جماعه، انا ساعات بحس ان انا مجنونه، شكل الصابون كده على الحاجه بيغسلني كده من جوايا. فغسلت بقى كده وهبدا بقى اغسل كده برضه، طبعا الصفايه اللي كانت متعلقه هنا غسلتها برضه سبتها تتصفى، وهبدا اغسل الحوض بقى واشطفه. هشطف بقى الحنفيه كويس واشطف الحوض كمان، ويبقى خلصت بقى الجنب ده وانشفه كده في فوطه ناشفه، ويبقى خلاص. هروح بقى اعمل معاكم الرخامه التانية. وطبعا البوتاجاز انا هعمله مع نفسي عشان البوتاجاز كان اللبن فرع عليه وكان متدمر يعني، كنت بغلي لبن وسبته كده نسيته ففرع عليه. انضف برضو البوتاجاز وهوريكم بقى جوله في المطبخ. بس يا سليم
وهوريكم بقى جوله كده في المطبخ سريعا كده بعد ما اخلصه كله. انتوا طبعا شفتوه قبل كان عامل ازاي، خليكم فاكرين المنظر ها، عشان تشوفوا بقى الراحه النفسيه بقى والهدوء بعد ما اخلص. فكده خلاص بقى. ببدا كده اشطف بقى كده الحاجه دي اهو زي ما انتوا شايفين. ماشي. كنت هنا بقى بشطف كده الحوض. الحنفيه انا لو تلاحظوا انا بغسل المواعين كله من حنفيه الفلتر، لان الحنفيه التانية بايظه. كانت بتسهل عليا بقى وانا بشطف الحوض ولا بشطف اي حاجه، بتسهل عليا كتير، بس ان شاء الله هجيب واحده غيرها. هبدا بقى كده امسك الفوطه كده اغسلها واعصرها كويس، عشان ابدا امسح بقى بيها مطرح ما انا كبيت ميه وكده، عشان انشف بقى ايه حوالين الحوض كده، وارجع بقى كده كل حاجه مكانها. بصوا انا نسيت الحنفيه شغاله والله ما خدتش بالي خالص. كنت بنضف الطقم اللي هو بتاع سبونج بوب ده عشان ارجعه مكانه كده نضيف، مسحته كده كويس وهبدا ارجعه كده مكانه اهو. اقفلي بقى الحنفيه دي. هغسل كمان انا اشطف الصابونه من بره، هي كانت نضيفه يعني من جوه ما فيهاش حاجه، شويه صابون. وخلاص كده بقى هقفل الحنفيه واروح بقى انتقل على الرخامه التانية اللي كانت متبهدله جدا، يعني حرفيا كانت متدمره. هوريكم دلوقتي شكلها برضو. دي كان عليها قطعه من الكحك كده. هشيل بقى كده كل حاجه مكانها، كنت بس عشان اجيب ازازه الزيت اللي مليتها معاكم فاضطريت ان انا اطلع الضرفه كلها تحت، فشلت بقى كده كله. هبدا برضو هنا افضي الرخامه كده، اشيل كل حاجه من عليها عشان اصبنها كده ايه وامسحها، وبعد كده ارجع كل حاجه مكانها تاني. لو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو وقفي كده الفيديو واعملي كومنت واعملي لايك. يا جماعه يا جماعه اعملوا لايك، يعني اللايك مش هيتعبكم في اي حاجه كده، بس بالعكس اللايك بيشجعني كده وبيدعمني، يخليني عايزه اصور لكم كل شويه فيديوهات. فاعملوا لايكات كده حلوه وكومنتات زيكم عشان تشجعوني كده بقى وتدعموني ان الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله ان انا ما اقطعش معاكم فيديوهات واصور معاكم فيديوهات باستمرار ان شاء الله. فمسحت بقى كده الرخامه كده. هبدا بقى ارجع كده كل حاجه مكانها، ويبقى خلصت من الرخامه دي كمان. كنت الطبق ده كنت حاطه فيه كحك بر. انا يا جماعه الكحك والبسكوت مش عايز يخلص بجد، انا تعبت، احنا بقالنا قد ايه بناكل فيه. كان فايض عندي كده سابليه، وكنت جايبه كحك اللي هو التمر اللي بالتمر ده اللي هو الصغير، وجبت برضو الكحك اللي عليه سكر ده كان من عند ابو طلعت. اللي جربه يعني عارفه، انا كنت متعوده بجيب كل سنه من عند الصعيدي، بس الصعيدي السنه دي يعني عقبال ما رحت ما لقيتش، يعني كان خلص ما لقيتش الحاجات اللي انا عايزاها، فقلت اجيبها من عند ابو طلعت. كان فايض كده في العلبه كام بسكوتيه، الحمد لله دي كانت اخر علبه بسكوت. كان فايض كام بسكوتيه كده، العيال بيحبوه بصراحه، يعني بملى لهم الطبق ده على السفره وهم رايحين وهم جايين كده بياكلوا منه. فكان في كام بسكوتيه كده فايضين، فقلت احطهم بقى كده في الطبق. مش فايضين، هم مكسرين يعني، هم كسروهم وكنت عاملاه بقى واكمل، بس قلت بقى خليه لما يبدا ابقى اكمله عشان بيطرى. بصوا لسه عندي علب فوق التلاجة هي مليانه كحك. فده المطبخ يا جماعه بعد ما خلصته وتعبني جدا. ومسحت بقى طبعا مش عارفه المقطع ده كنت مصوراه، مسحت دواليب المطبخ زي ما قلت لكم انا بمسحه بالجلانس بتاع الازاز. مسحته كده وخليته زي الفل وخلاص. بقى المطبخ برده نضفت البوتاجاز كده، المطبخ بقى زي الفل ما فيهوش اي حاجه. هدخل بقى معاكم على غرفه المعيشه، طبعا انا مش بعرف اصورها معاكم لان بتبقى بتحتاجي بقى تشيلي الركنه وتعملي وراها وتراب وقرف، فبعمله بقى انا كده مع نفسي. بوريكم كده شكلها قبل وكده شكلها بعد. غيرت بقى الفرش كله بتاع الركنه والمفارش كله، سيقتها وشلت ورا الركنه وعملت. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه اي حاجه حتى لو كانت بسيطه. وبرده الريسبشن عملته. هستناكم فيديوهات جايه كتير، واعملوا لايكات بقى وكومنتات واشتركوا في القناه لو عجبك الفيديو. مع السلامه حبايب قلبي، في حفظ الله ورعايته.